اهلا بيكم، جايلكم فيديو جديد وهنعمل مع بعض طريقة عمل السبانخ. يعني ازاي تطبخي السبانخ بطريقة حلوة قوي وهتديكي نتيجة. يعني نتيجة بجد حلوة قوي، ريحتها حلوة، طعمها حلو، كل حاجة. معايا نص كيلو من السبانخ. دي طبعا كنا مفرزينها مع بعض، عندكم الفيديو موجود على القناة، ممكن ترجعوا له. خلاص، معايا نص كيلو من السبانخ ونص كيلو من الطماطم، ومعايا قرن فلفل كبير احمر. خلاص، ضربت القوطة والفلفل في الخلاط، ومعايا بصلاية كبيرة وقرن فلفل كده اخضر. عايزة اقول لكم ان قرن الفلفل الاخضر ده لما بتضربيه مع البصل وتحمريه معاه بيديكي نتيجة حلوة قوي في الاكل. هتقولي لي ما انت حاطه فلفل في الخلاط، هقولك انا حاطه فلفل في الخلاط عشان يحمر القوطة. لكن الفلفل الاخضر ده، ويا سلام بقى لما يبقى حراق، بيبقى بصوا مش عايزة اقول لكم طعمه حلو قوي في الخضار عامة. بس جربيه بقى وانت بتعملي السبانخ كده، طعمه حلو قوي. خلاص، احط بقى ايه معلقه من الزبده كده، مع شويه من الزيت. مش هكتر زيت وسمنه كتير، هقول لكم ليه، لان انا هحط تاني زيت وسمنه. هتشوفوا معايا في الفيديو. خلاص، انا السبانخ دي مطلعاها من الفريزر قبلها بساعه مثلا. تمام. ما تسيبوهاش تفك خالص علشان تفضل خضره. يعني ما ينفعش اطلعها من الفريزر احطها على طول على النار، لا هسيبها شويه، مثلا ساعه. علشان بس إيه، تاخد بس درجة حرارة الجو كده. وبعد كده هانزل أشوّحها مع البصل والفلفل، اللي أنا ضربتهم في الخلاط واديتهم تشويحة كده، ما حمرتهمش أوي. ونزلت على نزلت عليهم بالسبانخ. تشويحة السبانخ مع البصل والفلفل دي بتودي السبانخ في حتة تانية خالص. معلش البخار بتاع السبانخ عامل على الكاميرا. حطيت بقى الطماطم على السبانخ بعد لما فكت من التلج خالص، ما بقاش فيها ولا نقطة مية. طبعا حطيت شوية مية في الخلاط مكان القوطة، مصمصت يعني الشفشق بشوية مية، ونزلت بيهم على السبانخ، هسيبهم بقى كده مع بعض. السبانخ تستوي في الطماطم بتاعتنا. هتقولي لي السبانخ اصلا ما بتاخدش نار، لا السبانخ لازم تستوي زيها زي اي خضار على فكرة. معايا بقى معلقة مش مليانة قوي من السكر، ليه بقى؟ علشان القوطة ما تعملكيش حموضة. خلاص، هتدي برضو ايه تسكيرة حلوة كده للسبانخ، بس مش تبقى باينة قوي. خلاص، نقلتها بقى على العين الصغيرة، وجبت بقى حلة فيها 3 معالق من الزبدة، و3 معالق 4 كده من الزيت، زيت وزبدة، علشان اعمل بيهم الرز. احمر بقى الشعرية، مش هحمرها قوي، اخلي لونها ذهبي عشان الرز بتاعي ما يغمقش. وهكون غسلة الرز بتاعي كذا مرة كده، وهصفيه كويس قوي من الرز، وهنزل بيه على الشعرية. خلاص، هسيبه بقى لحد لما ينشف ميته خالص على النار، يعني الرز يشخلل في الحلة. امي الله يرحمها كانت بتقول كده يشخلل في الحلة. فمعنى ان هو يشخلل في الحلة يعني ما يبقاش فيه ولا نقطة مية. خلاص، هنزل بقى بالملح، وبرضه هقلب الملح مع الرز كده، وهنزل عليهم بقى بالمية. معيار الرز بيبقى قد معيار المية، يعني معايا 3 كوبايات من الرز احط 3 كوبايات من المية. مالكيش دعوة بالشعرية خالص، مش هنحسب الشعرية. خلاص، هخلي بقى ايه 3 كوبايات مية. لو انت شاطرة بقى وبتعرفي تحطي زي كده المية مع الرز كده من غير ما معيار، هيبقى عقلة صباع. خلاص، اسيب بقى الرز يتشرب، ومعايا السبانخ اهيت بتغلي. كده الرز اتشرب مني خلاص، هوطي عليه بقى خالص. اهم حاجة في الرز بتاعك مش ان هو يتشرب المية، ان هو يكون فيه بخار، البخار ده اللي هيسوي الرز. خلاص، هسيبه بقى ايه على نار هادية خالص. معايا نص كوباية من الرز مش مغسولة، مش هغسلها ليه، لان انا لو غسلتها هتلزق في الطبق. معايا بقى الرز ومعاه شوية زيت صغيرين كده، معلقتين 3 مش كتير. انا ليه بقولكم مش هزود بقى الزيت والسمنة كتير، لان انا حطيت هنا على الرز زيت. هحمر الرز، ما تغسليش الرز بتاع السبانخ، لازم تحطي عليها شوية رز علشان تبقى ايه تخينة شوية. ما تزوديش الرز وما تقلليهوش، لان انت كده كده عاملة رز بشعرية. خلاص، بصوا السبانخ شكلها حلو ازاي. عايزة اقول لكم ريحتها حلوة قوي قوي. والله انا عندي ولادي ما بيحبوش السبانخ، بس عايزة اقول لكم من ريحتها، من ريحتها بس كلوها، والله كلوها. بقت بنتي تاني يوم تقولي انا عايزة يا ماما اكل سبانخ، ما فيش سبانخ. والله كانت عايزة تفطر بيها كمان، بس أنا قُلت لها لأ، نسيبها للغدا. بُصّوا البخار بقى اللي طالع لي من الرز ده، هو اللي بيسوي الرز بتاعي. أحط بقى إيه، البهارات بتاعتي، أحط معلقة من الكمون صغيرة بس ممسوحة، ومعلقة كبيرة، يعني معلقة صغيرة هرمية من الفلفل الأسود، مليانة أقصد أقول يعني.
ومكعب من المرقة، ولو عندك بقى السبع بهارات والحاجات دي ممكن تحطي منها. مش عايزين نزود بقى بهارات كتير علشان خاطر ايه ما يبقاش السبانخ بتاعتنا بناكل بهارات. الفلفل الاسود ممكن يضيع طعمها اصلا. معايا بقى ايه معلقة كبيرة قوي من الزبدة. هعمل بقى طشة توم للسبانخ. عايزة اقول لكم التكة دي بقى بتودي السبانخ في حتة تانية خالص. جربي تعملي السبانخ كده بطشة التوم والكزبرة الناشفة، وهي اصلا محطوط عليها كزبرة خضراء. والله يا جماعة طعمها حلو قوي. جربوا السبانخ بطشة التوم. في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش، فجربي كده تعملي طشة توم للسبانخ هتديكي طعم حلو قوي. طبعا انا حطيت على السبانخ الرز اللي انا حمرته. هسيب بقى الرز يستوي. على ما الرز يستوي اكون انا ايه حمرت ايه التومية بتاعتي بالكزبرة، وهنزل بصوا كده كنت هتلسع فطبعا كان هيقع من ايدي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنزل بقى الطشه بتاعتي كده. بصوا الطشه دي حلوه قوي جربوها. ما تنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا على الفيديو كده تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، يعني دوسوا على زرار الاشتراك ده مرتين، لان في ناس مشتركه بس مش مفعله الجرس. خلاص كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، والسبانخ اهي جربوها حلوه قوي، والرز بالشعريه طعمه حلو. ومع السلامه واشوفكم في فيديو جديد.